فإن حزب الحرية والعدالة وضع برنامجا ينطلق من أولويات هذا الشعب ليحقق أحلامه وطموحاته، برنامج يستطيع أن يحقق لهذا الشعب الحرية والكرامة والأمن والأمان والاستقرار الذي ينشده هذا الشعب الكريم. والحقيقة بعيدا عن الكلام عن البرامج، أي برنامج لأي حزب أيا كان إذا لم يكن واقعا ملموسا في حياة الناس فهو وهم مكذوب. والحقيقة أيضا أننا جميعا ونحن نتجول في جولاتنا الانتخابية في شوارع هذه المدينة العظيمة كثيرا ما تطرح علينا الأسئلة: إيه اللي هتعملوه وهتعملوه إزاي؟ ماذا ستحققون لنا؟ وكيف سيتحقق؟ هذه أسئلة تدور في أذهان هذا الشعب الكريم وتطرح علينا، ونحن نعلم جيدا أن البرامج إذا لم تكن تمس حياة الناس فهي وهم. لابد وأن يكون هناك أولويات لهذا الشعب الكريم، لابد للعدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها هذه الثورة، والتي هي حق مشروع ومطلوب لهذه الجماهير التي طالما عانت من الاستبداد السياسي والنهب الاقتصادي والظلم الاجتماعي والتخلف التعليمي والعلمي والتضليل الإعلامي الذي طالما استند إليه هذا النظام البائد المستبد. فنحن نعلم أن الشعب في طموحاته يضع الآمال الكبيرة في عنق حزب الحرية والعدالة، لأن هذا الشعب يعلم أن الإخوان المسلمون الذين أسسوا هذا الحزب لكل المصريين كانت لهم كوادرهم السياسية التي طالما سنوات طويلة عملت سواء في البرلمان أو في المحليات أو المجالس النيابية أو في الشوارع والجمعيات والمدارس، وكلكم تعلمون كوادر الإخوان على مدار سنوات، فجاءوا إلى هذا الحزب لم يبدأوا من الصفر، ولكن بدأوا وهم على علم بطموحات هذا الشعب الكريم وآماله وآلامه. لذلك وضع الحزب حزب من الأولويات لتحقيق أحلام هذا الشعب في بداية الحياة النيابية السليمة. والبداية أقول أن مصر بها خير كثير، مصر فيها من الموارد ما يكفيها لحل مشكلاتها العظيمة، لأن مشكلة مصر ليس في الموارد ولكن في إدارة هذه الموارد. نحن نحتاج إلى مجموعة من السياسات ومجموعة من الإجراءات التي توجه هذه الموارد الضخمة لحل المشكلات الاجتماعية المتراكمة، مشكلات الأجور والبطالة والفقر. يكفي أن التقرير الأخير للبنك الدولي كشف أن الاقتصاد المصري قادر على أن ينطلق انطلاقة واسعة إذا تمت انتخابات نزيهة وتكونت حياة دستورية ومؤسسات دستورية اللي هي مجلس الشعب ومجلس الشورى ومؤسسة الرئاسة. ده كلام البنك الدولي أخيرا هذا الأسبوع. ونحن في حزب الحرية والعدالة نعلم تماما أن القضاء على الفساد المستشري في جسد هذه الدولة يمكن بالقضاء على هذا الفساد أن ينطلق الاقتصاد الوطني بحق إلى دفعة قوية وكبيرة. لذلك فإن من إجراءات حزب الحرية والعدالة مكافحة الفساد الإداري وتوفير إدارات كفء لإدارة الهيئات الاقتصادية والشركات العامة. حزب الحرية والعدالة في برنامجه الأخير، علشان برضو الناس اللي بتسألنا هتعملوا لنا إيه وهتعملوه إزاي، إحنا لما بنواجه البطالة والفقر لابد من إجراءات، ما نقولش وعود وفقط، لكن أحدثكم عما في أوراق الحزب وبرنامجه الانتخابي.
عدة إجراءات ليس في حاجة إلى تشريعات، ولكنها مجرد إدارة حازمة وسياسة حازمة تدير هذا البلد ستعيد له الكرامة والحرية. من هذه الإجراءات عدم تعيين مستشارين. المستشارين يا أخوانا في الدولة عدم تعيينهم يوفر 4 مليار جنيه، لأن عدد المستشارين كبير والواحد منهم بياخد ملايين في الشهر. عدم تعيين المستشارين هيوفر 4 مليار جنيه. هذه المليارات توجه إلى البطالة وإلى الفقر. اعتماد 20% من أموال البترول والمعادن الأخرى للقضاء على الفقر. زكاة الركاز على صادرات البترول والغاز توفر ما يقرب من 20 مليار جنيه توجه إلى نفس الفئة من الفقراء وأصحاب البطالة. تسويق العمالة المصرية بالخارج باتفاقيات ثنائية تحقق وضعا كريما للعمالة المصرية. تشجيع الصناعات الصغيرة، وحزب الحرية والعدالة بيقترح إنشاء وزارة للصناعات الصغيرة. تشجيع إنشاء المؤسسات كثيفة العمل من خلال حوافز التمويل والضرائب. عدم مد سن المعاش لفتح وظائف للبطالة الموجودة. منع رجال الإدارة العليا من تواجدهم في أكثر من عضوية مجلس إدارة. بيبقى رئيس مجلس إدارة وهو عضو مجلس إدارة في شركات أخرى، ولذلك مترتبات مالية لأنه بيشارك في أرباح هذه الشركات، فيبقى في طبقة غنية جدا وطبقة فقيرة جدا. عدم وجود رجال الإدارة في أكثر من وظيفة. كل هذه إجراءات وليس تشريعات، إجراءات بسيطة توفر مليارات، توجه هذه المليارات في السنوات الأولى إلى العدالة الاجتماعية. أيضا تقدم حزب الحرية والعدالة بمقترحات بسيطة جدا لزيادة موارد الدولة والميزانية العامة، زي تحصيل قيمة الأراضي الممنوحة لكبار رجال الأعمال والمستثمرين والتي تبلغ قيمتها 800 مليار جنيه، زي أراضي مدينتي وخليج السويس. اللي خدوا الأرض دي يدونا حقها، يدوا للدولة حقها. لو ادونا حقها هيعمل 800 مليار، مبالغ ضخمة. زي ما قلت لحضراتكم مصر فيها موارد ضخمة، لكنها في حاجة إلى سياسات لإدارة هذه الموارد لتوجه إلى عامة الشعب الذي عانى أكثر من 30 عاما من الظلم الاجتماعي. أيضا يقترح حزب الحرية والعدالة ضم حصيلة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة. تخيلوا الصناديق الخاصة قيمتها 1 تريليون و200 مليار، ما بتخش الميزانية العامة، بتخش الموازنة العامة للدولة. 1 تريليون يعني 1225 مليار جنيه خارج الموازنة العامة. إعادة النظر في أسعار تصدير الثروات المعدنية، وده هيوفر للدولة عوائد 18 مليار جنيه. ده هنحط أسعار جديدة بس للثروات، ويكفي مثلا سعر الغاز ده الرقم 18 مليار ده اللي موجود في أوراق الحزب، لكن وزير البترول من أسبوع قال الأسعار الجديدة للغاز المصري اللي هيتصدر وفر للدولة 40 مليار دولار. لما جم يحطوا الحد الأدنى للأجور اللي هو 1200 جنيه لقوا انه هيكلف الدولة 14 مليار، وقالوا ان خزانة الدولة لن تتحمل هذا المبلغ، لكن بقليل من الإجراءات والسياسات هو رفع سعر الغاز فوفر 40 مليار. فالوصول للحد الأدنى للأجور مش مشكلة، لكن المشكلة في من يدير أمور هذه الدولة. نقطة أخرى مهمة، تشغيل محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي بدلا من المازوت هيوفر 2 مليار جنيه للدولة. الغاز الطبيعي احنا بنصدره ونستخدم المازوت بيكلفنا 2 مليار، واحنا عندنا الغاز الطبيعي ببلاش. تحصيل المستحقات الضريبية، في ضرائب واجبة السداد الآن منها 27 مليار جنيه في مأمورية كبار الممولين، في 6.2 مليار جنيه مستحقة على المؤسسات الصحفية. المؤسسات الصحفية عليها ضرائب لم تدفعها إلى الآن 6.2 مليار جنيه. كل هذه المستحقات كفيلة أن تدخل موارد جديدة إلى الموازنة العامة وإلى ميزانية الدولة وتوجه إلى الفقراء ومشروعات للبطالة. فهذه الخطوات تنعش ميزانية الدولة.
أيضا يعتمد الحزب إطلاق مشروع التنمية الجديدة من جنوب الوادي وشبه جزيرة سيناء والصحراء الغربية، ولا يعتمد في ذلك أيضا على ميزانية الدولة، ولكن على القطاع الخاص وجلب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من مدخرات المصريين العاملين في الخارج، وهذا يخفف الضغط والعبء على ميزانية الدولة. أيضا هناك عدة خطوات في حزب الحرية والعدالة لضمان توصيل الدعم إلى مستحقيه، ونحن نعلم أن هناك 80% من قيمة الدعم تصل إلى الأغنياء ورجال الأعمال ولا تصل إلى مستحقيه. 80% من الدعم لا يصل إلى مستحقيه. لذلك فهناك إجراءات، ومنها استكمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. ده هيوفر لنا 16 مليار جنيه سنويا التي تذهب إلى دعم البوتاجاز المستورد. بنستورد بوتاجاز ب 16 مليار، لو تم توصيل الغاز للمنازل فهتوفر 16 مليار جنيه. هذه مجموعة كمثال من الأمثلة التي اعتمدها حزب الحرية والعدالة لدعم الفقراء والبطالة والغلاء. واحنا بنلف في الجولات بتاعتنا الناس بتطرح علينا هذا السؤال، واردت ان اجاوب من هذا المكان الكريم على هذه الاسئله. نحن نريد ان نبني امه صالحه مصلحه لها رساله تضحي من اجلها، ولن تستطيع ذلك الا وعداله اجتماعيه متوفره. ونريد ان يكون على راس هذه الامه حكومه صالحه مصلحه قادرة على خدمة الشعب، حكومة إسلامية مدنية تقيم الشورى وتحقق العدل وتقوم على رفاهية هذا الشعب المصري الكريم. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء، وصلي اللهم على سيدنا محمد، والله أكبر ولله الحمد.